في الصحراء كان في أب صبار كان بيشدد شوكه علشان يبان شجاع وقوي. جنبه كان ابنه الصغير اللي كان بيقلد حركات أبوه وبيلعب بظله. في اللحظة دي عدت عيلة من السحالي. الابن الصغير لاحظ على طول صغير السحلية اللي في حضن أبوه، فهم إن المخلوق الصغير ده ممكن يتحضن. مش بعيد عنه شاف أفعى أبوها ماسك طفله بحب وحنان. الابن الصغير أتمنى هو كمان إنه يتعانق مع أبوه، طلب على طول حضن من أبوه، لكن أبوه الصبار ما كانش عايز يحتضنه عشان جسمه كله مغطى بالشوك. الشوك ده ممكن يأذي الطفل، بس الطفل كان بريء ومش فاهم الخطر، هو لسه عايز يمسك أبوه ويحضنه. الأب استمر يتجنب حضنه لحد ما الطفل ما قدرش يمسك دموعه عشان أبوه رفض يعانقه. والأسوأ كمان تاج الزهور اللي على راس الطفل اتعلق بالغلط في إيد أبوه. الأب حاول يصلح التاج، بالغلط كسره شوية. الأب الصبار حس بالذنب شديد. الليل ده مطر نزل فجأة من السماء، لكن الأب الصبار ما كانش نايم، كان عايز يعمل حاجة علشان ابنه يبطل يكون زعلان. الصبح الأب حط وردة الطفل في بركة مية. لما الطفل صحي اتفاجئ إنه أبوه اتغير، كل شوك الأب الصبار اختفى. اتضح إن الأب قضى الليلة كله يشيل شوكه عشان يقدر أخيراً يحتضن ابنه، وبسبب تضحيات الأب قدروا أخيراً يتعانقوا مع بعض جامد.